بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناه خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلاقاو من جديد في حلقه جديده. مبارك عواشركم، رمضان مبارك سعيد. واحد الطبيب قال لي سي خراز بعد من الحريره قال لي فيها السكريات بزاف، الحريره فيها السكريات بزاف. مالين السكر بعدو شويه من الحريره، مالين المصران الكبير اللي عندهم مصر كبير تيضرهم بعدو من الحريره. الحريره الناس ياخذوا شي شويه د الحريره شويه واخا لانها العرف ديالنا في الماكله التقليديه ديالنا المعروفه. في رمضان كل دوله عندها شي حاجه، في رمضان الدول الاسلاميه والعربيه عندها شي حاجه في رمضان تديرها ديما حتى حنا تنديروا حاجه ديما، ولكن راه كاين بزاف باش نبدلوها. كاين بزاف الشربات، كاين كذا كاين بزاف ديال الحوايج الصغير مرات تكون حادقه شويه. هذه من جهه. من جهه اخرى انا تنهني النساء المغربيات ب 8 مارس اللي هما اليوم العالمي للمرأة، أو اللي هو بمثابة عيد المرأة. تنهني المرأة المغربية بهذا النهار هذا. والمرأة المغربية تسهل باش نهنيوها. داكشي اللي وصلت ليه المرأة المغربية، فين وصلت المرأة المغربية الحمد لله، وفين غادر المرأة المغربية. والمدونة الحمد لله راها كملات. مدونة الأسرة بقى فيها تقريبا واحد 90%، بقات واحد 10% وغتخرج للوجود، وغتكون واحد المدونة غتعطي المرأة حقوقها كاملة أو تقريبا كاملة، وغتولي المرأة في مصاف الدول الراقية والدول المتحضرة. ما يمكنش واحد الدولة تقدم وتزيد لقدام ولا ما كانش مرأة متحضرة متقدمة. أو دولة بلا مرأة راها دولة فاشلة، والحمد لله على بلادنا. وتنهني السي الحموشي، تنهني السي عبد اللطيف الحموشي المدير العام الأمن الوطني، ماشي مجاملة انه كنت نهنيه وتساهل نهنيه ونحييه، لانه في هذه المناسبه ديال 8 مارس ما نساش المراه. هذا اليوم العالمي للمراه ما نساهش هو. وفي جميع ولايات الامن ومفوضيه الامن تم الاحتفال بالمراه المغربيه، وتم استدعاء واحد العدد ديال البوليسيات وبوليسيات متقاعدات، واحتفلوا بهم وقدموا لهم الورود. تنهنيك السي الحموشي، وتنهني صاحب الجلاله اللي عرف وهو عنده افكار مستقبليه، وعرف بان المراه لابد ما خص توقف على رجليها في المغرب. لابد عرف بان العالم ولا لزاما على كل دوله باش توقف المراه ديالها وتعطيها حقوقها كامله الا بغات تزيد التقدم والتحضر تزيد القدام. والله يعطي سيدنا صحيحته. واخر ما ختم بهذا الشيء هذا تنقول لك السي عبد اللطيف الحموشي، لك دخلتي التاريخ من بابه الواسع، ليس فقط بهذا العمل اللي قلت دابا ولكن بالاعمال اللي درتي. دخلتي من التاريخ بابه الواسع. تنهنيكم بارك واشرك والله يطول عمرك. الحلقه ديالنا اليوم حلقه، خديت هذه الحلقه رغم انها هي كاين الجريمه وكاين شبه جريمه. كاين شي حاجه اللي جريمه ولكن هذه شبه جريمه، ولكن كانت جريمه متقونه. كان واحد النوع ديال النصب واحتيال متقون يمكن الغفران لصاحبه. قد داك اللي دار نغفروا ليه. وفيها بعض المستملحات، وبغيت ندير فيها المستملحات هذه الليله هذه، وبغينا نضحكوا شويه لانه انا ضحكت على المسطره ديالها، ماشي على المسطره ديالها. ضحكت لما عاودها لي واحد الاخ عاشها كامله، هو شرطي، وعاودها لي كامله، وقلت لي هذه خصها تدقال. جوج بنات خدامين في شركه واحده، ما نقولش سميت الشركه باش ما تعرفوهم شيء. خدامين في شركه واحده وساكنين في واحد المدينه ما فيهاش البحر، ولكن قريبه لهم واحد المدينه فيها البحر، قريبه كيمشيو لها تقريبا واحد 80 كيلومتر. هما اللي لهاد المدينه لابد ما تيمشيو لا بغاو البحر تيمشيو لهاد المدينه. بحال غنقولوا مثلا خميسات تيجيو المهديه، سيدي سليمان تيجيو البحر ديال قنيطره مهديه، بحال هكا. مدينه ما عندهاش البحر، وحدها مدينه اللي هي الناس تيتجهوا لها في وقت الصيف. هاد البنات كانوا صحابات، وصحابات بالمعقول، دي زامي كيما نقولوا، ماشي دي كامارات، دي زامي، صحابات بالمعقول. مده هما صاحبات كانوا تيقراو، ولما خرجوا من المدرسه خرجوا بجوج دخلوا الخدمه، دخلوا واحد الشركه بجوج بقاو صحابات.
مشاو لواحد النهار للبحر، مشاو للبحر بجوج وجالسين في البحر. جا واحد الولد حداهم قال لهم الله يرحم والديكم واش يمكن نحط حوايجي حداكم، لان تنمشي نعوم وانا ما معايا حد غير بوحدي، ونحط حداكم حوايجي. قال نحطوهم، هما عندهم المظل، عندهم كارين المظل وكارين جوج كراسه ما تيقولوا جالسين. جا حط حداهم حويجات ومشات هو تيعوم، تيجي جلس حداهم عاوتاني من جديد. تيدوز شي واحد تيبيع داك لاكلاص، تيقول تاخذوا لاكلاص؟ لا لا، ولا خذ راه عطينا لاكلاص. السيد خدام عنده شغلو ازري عازب، دخل معاهم في الهضره، عرفهم على حياته، عرفهم داكشي. تيقال لهم بانه تنقلب على شي بنت الناس نتزوج بها. هذوك البنات بجوج صحابات، بجوجهم تيقول لها رايه، تيهضروا معاه وكذا وكذا، ولا تيهضر مع وحده فيهم وتيقول لها نسميوها لطيفه، نسميوها لطيفه، الاخرى بلا ما نسميوها، غير وحده نسميوها لطيفه لان هي تيهمنا الامر ديالها. قال لها ودي انت مجوجه؟ قالت لي لا. مخطوبه؟ لا. قال لها يمكن قد نتفاهموا. قالت لي دابا انت تضرنا على هذه، تو واش بغيت تخطبني انايا وخصك تعرفني وتعرفني كذا وبغيتي تتزوج بيا وبغيتي كذا. بقاو تيضحكوا بعضياتهم ودوزوا داك النهير. وفي الاخر مره تيوقف تيمشي للبحر، مره تينوضوا هما تينوضوا يعوموا، تيتعزل معاهم، تيبقى يهضر مع ديك البنت اللي هي لطيفه، اللي سميناها لطيفه، اللي هو غرضوا فيها وعجباتو. الاخرى تتدخل على الخط، تيدخلوا بعضياتهم وكذا. في الاخر قال لي اعطيني التليفون. قالت لي ودي انا ما نقدرش نعطيك التليفون، ما نقدرش نعطيك التليفون، ان الدار شويه واعرين والتليفون تاخذوا خويا بعض المرات تيبقى يخدم به، تاخذوا اختي تاخذوا تبقى تلعب به وكذا كذا. حنا التليفون عندي واحد التليفون اللي هو ماشي ديما في يديا، ها هو انا ما جايباش معايا دابا، خليته في الدار. وقال لي خصني نبقى نهضر معاك. قالت لي خذ التليفون ديال صاحبتي. ديك صاحبتي قالت لي نعطيك التليفون. صاحبتي عطاتو التليفون، باش يبقى يتصل بهم. فرقوا على هذا الحد، مشاو في حالاتهم. هو بقى تيتصل بديك السيده، تيقول لها قولي لفلانه باش تدوز باش نهضر معاها. تتقول لي واخا نقولها لها، المهم حتى ميقات 4 عيط علينا. تتقول لها صاحبتها 4 هي خدامه هي وياها، تدوز عليها التليفون، تدوز لها كذا كذا، ولا تقول لها اختي عافاك عطيك الرقم ديالك. تتقول لها لا انا ما عطيتش الرقم ديالي، تعرفي دارنا وتعرفي انا هذا وانا عمري ما تعرفت. الاخرى لا، الاخرى عندها تجربه، فايته تعرفت مع واحد اخر وكذا، ما كتبش الله الزواج وهذه وهذيك. الاخرى ما عندهاش تجربه، باقا تتخاف، خايفه من التليفون، خايفه من الاتصال به. ديما تتصل به هو، ولا تيهضر مع هذيك اللي هي لطيفه، ولا وبعض المرات تيهضر مع الاخرى، تيسول على لطيفه، تيقول لها شوف انا بغيت ناخذها دابا، انا بغيت نجيب والديا. الاخرى تتقول لي ايه الا بغيتي تجيبهم جيبهم، وجيب هذا وجيب كذا وجيب عائلتك وتعرف القانون، ديروا بعدا غير خطبه وديروا غادي. تترد عليها الاخبار، تقول لها كيتصلي به صحابات وكا غدا الامور، تتساعدها فيه. ولكن شي لقاء مباشر مع ديك لطيفه ما كانش عنده لقاء مباشر معها، وكان تيهضر مع الاخرى اكثر ما تيهضر مع لطيفه. الاخرى هضرت مع امها وداك الشيء، وذكرت معها قالت لي راه واحد الولد وهذا بغى ياخذ لطيفه، وتيهضر معايا بالتليفون وتيقول ودابا راح اتفق معها. وقال لها قالت لي راه بغى يجي عندنا، زعما باش يهضر معنا، عاد حنا نهضروا مع العائله ديال هذا، لان مسكين عنده غامو وداك الشيء، امو كبيره. قال لي غنجي عندكم ونجي عند امك تهضر معها باش تهضروا لي مع عائله لطيفه. وديك الساعه قالت لي واخا جيبيه، ولكن اتفقوا عليه. جا عندهم السيد واحد النهار، هاز ميكا في يدو، هاز واحد الحلوى، السلام عليكم السلام، دار قرافات مخطاق بحال هادي، دير هكا زعما مبضض. هو يدخل عندهم، البنت هضرات مع امها هضرات معها، اتفقوا عليه. هو يجلس، قالت لي امو والدريه البنت عجباتك؟ قال لها وعجبتني، راه هي صاحبه بنتك، هما زعما داخلين سوق راسهم، لقيتهم في البحر بوحدهم وزعما ظريفين، وخديت عليهم معلومات مزيانه، وخدام الشركه وحده، تيخرجوا بجوج وتبعتهم شحال من مره غادي بجوج جايين بجوج، ما معاهم حتى شود. قالت لي لا وليدي حنا بغينا نقولوا لك، انا تعرفني كي امك، حنا بغينا نقولوا لك وليدي البنت واش عرفتيها مزيان؟ قال له انا حسب ما. قالت لي هذه الحراميه يعني ما بغاش تقول لك، هذه بنتي، هذيك الاخر تخرج بوحدها وتجيب بوحدها، ولا كانت تمشي للبحر بوحدها ديما، تتسافر وتمشي بوحدها للبحر. انا بنتي راه ما تمشيش بوحدها للبحر. شتي داك النهار فاش كانوا معاك لقيتيهم في البحر وانا ركت معاهم،
ولا ما بغيتش نبين لك انا فين جالسه، تما جالسه درت مضل. انا بنتي تبغي تمشي للبحر، واخا بغيت نمشي معها هي ولا مع غيرها، تنقول نمشي معاك، تقول لي لا امي لا، تبقى يضحكوا عليا، تقول لي امك مزيره امك تابعك، تنقول لي نبعد منك ونحضيك. وذاك النهار مشيت معاهم وحاضيهم، راه فاش جيتي وحطيتي حداهم الحوايج، حطيتي الحوايج ولا لا؟ حطيت الحوايج. شريتو لي لاكلاص ياك شريتي لهم لاكلاص، وداز واحد عاوتاني شنو شريتو، قال لك بيني ياك شريتو بيني، شوف فيك. وراه من ركبوا في الطاكسي وركبت معاهم في الطاكسي، انا ركبت اللور، انا تابعه بنتي انا ما نتفرقش معاها، شتي بنتي فين ما تخرج نتبعها هكا على عينيا. الخدمه دابا الخدمه على رقبتي دايره دري تنكريه، تنقول تبع وليدي تمشي وتبعها منزل، وراه هو اللي قال لي انتم تتبعهم. وسولت بنتك شكون هذاك اللي تيتبعكم؟ شكون؟ قالت لي انا بغا ياخذ لطيفه، اما لطيفه وليدي هذيك راها حره، انا نقول لك مهنه، انا ماشي غدا ولا بعد غدا وندي ذنوبك وتقول هذيك المراه هي سبابي، وانا حاجه ولدي، انا الوقت راه ما نطيحوش. بنتي تقول لك الفجر كنت تعيش معايا هنا، الفجر نفيق تقول يا امي ولادي ولا امي تنوضي بكري يا امي على الفجر راك غير هلكك وكذا، تقول خليوني الفجر ما نطيحوش. اش غندير وليدي انت واش بلا ديك البنت وليدي ما صالحاش لك والله اعلم. غتمشي مع وحده في الخدمه، عندها واحد تمشي معاه في الخدمه في الشركه، شحال هو معاها، تيقول لي للدري انت ما كي ساكته، قلت لها بنتها انا ما بغيتش نقول لها امي الصراحه، هو بغى يتزوج بها دبر راسو، لا قولي للدري دابا شركنا مع الطعام، الدري شركنا مع الطعام وجعلنا محلنا ومرحبا بك وليدي انت ضيف الله مرحبا بك، ولكن نقول لك الحقيقه هي عندها واحد عندها في الشركه، وانا بنتي لقيتي عندها واحد ولا يسلم عليها واحد، ها تليفون سول فيها رقمك انت هو اللي كاين، كاين كل قلب، كاين بنت عمتها، كاين حسنه مرت خوها، كاين هكا، هادشي اللي كاين، الشيء الاخر ما كاينش، ولكن هذا كان معاها. اذا تفارق معها وليدي الله اعلم، قالت لي لا امي باقي ما تفارقش معها، وما كيما تقوليهاش لي ساكته، وانا ما بغيتش نقول لي، المهم باقي معاها خويا باقي معاها، تتبغيه وتيبغيها، هي ما بغاتش تقولها لك حيت الاخر ما باغيش يتزوج بها باغي يتفلى، انت الا بغيتي تمشي معاها بغيتي تزوج بها من الخوف باغي يتفلى ما عاقت به، راه تقريبا راه من دابا 3 سنين هما معاشرين، راه ديما هو وياه في البحر وياه في كذا. ويلي قال له واحد عائلتهم، قالت لها وليدي عائلتهم خايبين، واحد خوها داخل خارج الحبس، صفار يا رب ما قلنا على وليداتنا، يا ربي ما خديتها من لساني، صفار وعمرو لك الدري. امها عارفاها مع هذاك، وهضرات معاه قالت لي انا بغيتي بنتي حقا نتزوج بها وكذا وكذا وكذا، تيقول لها صافي دابا نتزوج بها، ما انا نمشي عند تقول لي تزوج بنتي حرام، وانا بنتي ها بنتي، سول الناس انت اش غدير، الدرب يقول لك على بنتي، الدرب يقول لك عليها، فهمتي. وبقات يشوف وقال لي لا كانك بحال هكا زعما الله يرحم والديكم وكذا وبارك الله فيكم، انا هادشي اللي قلتوا لي وانا بحال ولدكم، وانا راه غامي اللي عندي، وانا هو مسكين داكشي اللي كاين. وقال لها وانا الصراحه انا بغيتي تعطيني بنتك نتزوج بها. قالت له ودي بغيتيها بالقانون، لا وليدي بالقانون، ثاني انت مع هذيك وجيتي على ود هذيك دبر راسك مع هذيك، اما بنتي الا بغيتيها انا بالقانون ما تخرج معاك ما ندرج معاك، جيب مهمتك وخطب، ومهمتك تولي مهمتي وتجلس معنا في محلنا، وبنتي ديها تمشي انا وياها نجمع ليها محلها تقاد ليها تصبر ليها تغسل ليها ونجيو في حالنا حتى يكتب الله الزواج. ما وليدي باش كذا وانا دابا هذاك البحر وداك الشيء غنمنعو على بنتي، صافي غنمنعو عليها تخرج الشركه لهنا، بغيت تخليها خدامه بغيت جلسها، بغيت يا خويا ديك البنت سير تبعها الله يعاونك. قال لي لا انا بغيت بنتك بغيت هذه. قالت له بغيتي هذه يا ودي ما كاين حتى مشكل، غير اخر السيد بن تمام شاف حالاته ويا تشدوا البنت بالتليفون وحط النار ضربها
واحد النهار ما بغيتش نقول لك، واحد النهار خرج ضربها، شتي نهار اللي كنتي في البحر راه كان في البحر حتى هو تخبينا عليه، هو كان في الجهه اللي من لهيه، ولكن انا خفت امي تلقانا جالسين فيها ما تجلسيش معنا، وراه شتي كنا كيهربانا منك، والتليفون راه كان عندها بغاش تعطيه لك، ولا باش تعطيك التليفون حيت الاخر خافوا تعيق بيه حيت تيقلب لها التليفون وعرفتي الا كذا كذا وتتعمر فيه مزيان. الاخر واحد الاخر قطع مع هذيك الاخرى تقول مابقاش تيعيط، هذه قالت لها مابقاش تيعيط، مابقاش تيعيط لينا كاع، وجالسه معاه في الخدمه تتثبت فيها. واحد النهار جاب مو وجا واحد اختو وجاب شي حد من عائلته وجا خطب هذيك، خطبها الاخرى قالت لصاحبتها، قالت لها اختي راه وقع واحد المشكل، قالت لها فلان اللي كان غادي يخطبك، وحتى جاب عائلته دخلوا علينا يا اختي للدار، قال لي لا انا بغيتك انتيا، وانا تمي ما بغاتش وبا ما بغاش، قال لها لا خويا انت كنتي بغيتي لطيفه، قال لي انا ما بغيتش باغي لطيفه صافي ما بقيتش باغيها، وسولت قلت زعما جاتك هاد البنت ما بغيتيهاش، قال لك ما بغيتهاش انت رزين عليها في العقل انت كبر منها انا بغيتك، الاخرى تعجبت قالت لها ويلي كيفاش هذا، قالت لها جاب مو اختي تدخل علينا قال لك انا بغيتكم وانا هادي وانا بغيتك انتيا وانا بغيتك كذا وانا بغيتك كذا بغيت كذا، وانا تمي قالت لي لا، وانا ضبا قال لي لا صافي بغا يتزوج بها الود ياخذها صافي، ما الاخرى ديال بها شي كاريت ياخذها، قلت لها با خليني نخمم، قال لي ما تخمم ما والو، وانا قال لك صافي، قال لها قابلين واش غديري في هذا الشيء هذا، ودابا راه امي بغات تهضر معاك، قالت لها واخا، مشات البنت على عرضها مشات عند امها هذيك، قالت لها شوفي يا بنيتي جا عندنا تدخل قالت لك اسيدي ضيف الله، دخلناهم، قالت لي امي هذا هو الدري اللي قلت ليه، قال لك انا بغيت بنتكم، قلت لها وليدي انت جيتي تهضر على لطيفه سير عند لطيفه، قال لك لا ما بغيت لا لطيفه حاجه ما درت معها لطفت لا تحرقت، انا بغيت بنتك، لا ما خديتش بنتك معنا حتى وحده فيهم وغنمشي في حالاتي، ودخل بوها وداك الشيء وحنا لاله، وبنتي هذه ما باغياش هاد الحراميه والله ما باغيه، تقول لها بنتها امي انا ما باغياش وخا يخطبني انا ما باغياش صافي، واش خرجتي السيد خطبك وكذا وكذا صافي، تقول لها صافي اختي خطبك وكيف كيف انت كيف انا حنا خواتات وكذا وكذا، اخرى مسكينه نيتها دارت هذيك الخطوبه. الاخرى عندها واحد صاحبتها ديك لطيفه عاودت لها هذه القضيه هذه، عاودت لها قالت لها دار مشى وخطبت هذا ودابا خطبها وكذا وكذا، قالت لها اخرى شوفي بقاي مصاحبه معاها، اخرى كبيره ودوزه في الشركه مدوزه، قالت لها بقاي مصاحبي معاها، انا غنعرف لك هاد اللعيبه كيفاش وقعات. اش دارت الاخرى؟ عرفت هذاك السيد وناضت اتصلت به وجات عنده وقالت ليه قول لي الله يرحمه غير سمح لي دابا غير سؤال، انا خدام مع لطيفه ومع خطيبتك، علاش خطبتي هادي ودرتي هادي وخطبتي حشومه هذيك وكذا وكذا؟ قال لها شوفي انا لطيفه عرفتها مزيان ولطيفه عرف داك اللي كان معاها، انا بلا ما تقولها لي انا خطيبتي، انا كنت عارفه داك اللي كان معاها وتيخرجها وتيكذا وتطا وتمشي هو وياها وحيد التليفون وحيد كذا وحيد التليفون على ودو هذا، انا عرفتها صافي مشيت عند البنت، خطيبتي عارفه عليها انت شي حاجه؟ قلت لي لا خطيبتي ما عارفه حتى شي حاجه، لطيفه ما عارفه عليها والو صافي انا سولتك، جابت معلومات الاخرى قالت لها راه شوفي راه هي اللي معمراه بقى تيقول لي هذيك كذا وكذا وكذا والهضره ما تقولها غير هي صافي، قالت لها صافي خليها حتى نشوف كي نديروا لها غير تبتيها صافي، بقات معها في الخدمه تتسولها لطيفه اللي تقول لها فين وصلتي مع الخطيب، تقول اختي ما باغياش والله راه غاصق فيا تخينا راه مصيبه كحله، جا البارح عاوتاني جا للدار جا هو واختو خرجنا خدينا قهوه وخرجنا هذه وهذه وهذه، انا ما هضرتش ما تنتكلمش معاه، شتي انا جالس معايا والله ما بحال شي هذه، تقول له دابا بغاك وبغى يتزوج بك وبغى كذا صافي، تجي عندها وتقول لها راه جاب لي خاتم البارح، ها هو جاب لي هذا قال لي هاك هذا الخاتم ديريه في يدك ديال الذهب، عطاه لي فيه 80 غرام، ها هو عطاه لي كذا هذا، تقول له مزيان هو بدا معك باه يعطيك، وهي انا ما بغيتوش قلت لها غديري، قال لي لا ديري في يدك، واش غديري؟ راه جا البارح عاوتاني جا وقال لنا راه ولا خطيبتي للدار ودابا الولد طلع لي الدم، قال لي مابقاش خارجه راجعه معاه يدير معك شي هذا والصلاه على النبي، انا قلت له صافي خويا غدير كذا نخرج الله يعاوننا ويعاونك، اخرى لطيفه تثبتها وراه صغري معاه، تقول اختي ما حاملاش، هاد السيد ما حملتوش الصراحه ما حملتوش، سيرتو من بدك انت وجي عندي ما كرهتو تثبت فيها. ايوا واحد النهار غطا واحد العمليه مشات ديك تخيتي ديك اللي كلفتها لطيفه مشات اتصلت بيا قالت لي اخويا بغيت نقول لك واحد الهضره واسمح لي بزاف، قالت لي انت بقيتي فيا بزاف والله العظيم انت ولد الناس وجيتي عند لطيفه خطبتيها بغيتي تتعرف معاها شويه خاطب الاخرى وهذوك بجوج ضحكوا عليك، قال لها واه، قالت لي والله تضحكوا عليك بجوج، لا لطيفه الاخرى لطيفه راه عندها واحد
في الشركه والله ما تتفارق معاه، والاخرى عندها واحد، ودابا اللي جاني بقى فيا هي الاخرى اللي خطبتي وباقا مع الاخر، وتيمشيو لواحد القهوه تيجلسوا بربعه، تتجلس لطيفه وهذيك وصحابهم بجوج، وتيجلسوا تيقصروا على الضحك وعلى الهضره وديما مقصرين. وجابت لي التصويره شنو فيها؟ فيها لطيفه وفيه هذيك خيتي وفيها واحد جوج جالسين، جوج دراري ديال الشركه، وعارفش هو ديال الشركه ما الشركه، جوج جالسين. قالت لي ها هما شوف هذه بقاش مصوراهم، شوف التاريخ، ها هو البارح يخرجوا من الشركه وتمشي جلسوا تما. انا غير قلت لك المهم انا بيني وبين بقيتي فيا بجوج بنات الحرام. قالت لي نعيط عليك فاش يكونوا جالسين معاهم مقصرين معاهم، نعيط عليك. قال لي عيط عليا الراجل نفس مسكين، تعرف لا قرب ولا شرب، هو تعرف الزواج صافي عنده قود بحال ديال الكاط. ايوا واحد النهار لطيفه قالت الاخرى راه صوبت واحد الحلوى مقاده وقالت ديتها. لطيفه معروف عليها تصوب الحلويات كما ملفتة تقول، كما هو في الحوار مع الاخرى وعارفه هذا الشيء. قالت لها صوبت واحد الحلوى د لاكريم وكذا وكذا وغادي نمشيو ونديو معنا فلان وفلان، حتى دوك الدراري تضحكوا معاهم ولا الشركه ديما تيمشيو المشي هذا يمشي هذا، قالت لهم نديو فلان نقشبوا معاهم شويه، نمشيو للقهوه نجلسوا نحطوا حليوه وهذا كما العاده. واحد باتيسري واحد القهوه قريبه للشركه فين تيخدموا، تكون فيها البنات وتكون فيها الولاد تما وداك الشيء. ومشاو داو ديك الحلوى وداك الشيء وحطوها وجابوا العصير وجابوا داك الشيء وجلسوا. الاخرى تعيط على الاخر، قالت لي اجي تشوف راهم مقصرين وقاسين. جابوا حلوى ومرسين معاهم جوج ولاد دوك صحابهم اللي قلت لك راه كاين معاهم. الاخر هو يجي تيجري، هو يدخل تيقول لي الشهيد، قال لك غادخل حسب التصريح ديال ديك لطيفه، قال لك غادخل ويقول لها وتبارك الله عليك المراه تزوجنا بكري، يا ودي المراه انت مراه انت هذا. قالت لي لا خدامين معنا وهذا الا خدامين معكم هذا صحابكم. ناض ديك لطيفه وقفات وقالت ليه شوف شنو بغيتي انت دابا شنو بغيتي؟ قال لي هذه مراه دابا اللي غنتزوج بها. قالت له انت ما عارفش هذو صحابنا بجوج، كل واحد وحدنا شحال حنا نبدلوك انت بهادو. انا والله ما نبدلكش، شحال كنت معاه وما نبدلكش، وهي ما تبدلكش بهذا. الاخرى قالت لك كيفاش غنبدلو انا ما نبدلو ولا كذا. قالت لها شوفي ما كاين ما نخبيو عليه، انت تمشي معنا وتمشي مع هذا، حنا مده وحنا معاهم. دوك الدراري مساكن ولاد الشركه هذه يتشوفوا بعينيهم، ولا خاطر تقول لها انت مراه ما هذه ناض شويه صداع دخلك من القهوه اسيدي شنو ما وقع. ناضوا دوك الدراري هما فيهم الشركه وانت مالك بنادم انت تفهم علينا وشكون انت كاع تقول من لطيفه هذه تتبعها قال لك بغى ياخذها بغى هذا وجا تفهم علينا والتسير في هكا تخربق علينا انت جاي هاجم علينا في القهوه. هو يخرج في حالاته، هو يفضي قال لهم انا ما بقيت واخدك ما بقيت واخدها نتوما فيكم وكذا وهذا زاد في حالاتهم مشى صافي. ناضت الاخرى تشدت مع لطيفه، شد لي نشد ليك انت هذا درتي ما درتي. مشاو هذا الصداع في غيهبط للديور العائلات ديالهم. مشات ديك خيتي اللي جوج بنتها هزت واحد بنتها اخرى ومشات مع هذيك بنتها مشاو عند دار لطيفه دقوا عليها الغدارين هكذا. قالت لها انتوما اللي غدارين، انتوما اللي مشيتو خديتو هديتو خطبتو عطيتوه لبنتكم، والله ما يكون لكم ولا يكون لينا مراقص وهذا. هما ينوضوها هما يدخلوا فيها الولاد. ناض واحد خينا خو ديك البنت هز ديك واحد الموس ومشى عند خو لطيفه كان تيحل فمو وبقى تيغوت ويضرب خو لطيفه طاف هو يضربو لهنايا ما قتلوش ولكن مرته ضربه صحيح. طاح الاخر شاد في كرشو بدا الغوات شد يرشد عليك. لطيفه ما تعرفش الدابز الاخرى نتفتها مت لطيفه شويه مقده هكت مت الغداره شادو تما عطيك تدخل ديال الشرطه تيعاود لي اللي خدم هاد لافير قال لك جاو عندنا فهمتي السبيطار هذه معناها هذه درنا الفاصمه الاخر مخيط خصو ينعس خو الاخر دخلوا الحبس لان الاخر مضروب خصو يبات الاخر تحت الحصه النظريه ولا مشدود. اخرين جيبوا شهاده طبيه من جهه الشهاده الطبيه. البوليس خصهم كل شيء يحضر الا داك الطرف الا داك السيد مشى بحالاته لا دخلوا في هذه القضيه هذه. هما البوليس تيهمهم داك الضرب والجرح والعنف وداك الشيء وهذا الشيء العقليه كي دايره ولا فيها هذاك خوها اللي ضرب موس هذاك تيقرا ولا اخر تيقرا هذا ولا عنده سابقه ديال الضرب والجرح بالسلاح الابيض مشى عليها للمحكمه. بس الصوابق خايبين الصوابق يكون عند الواحد كضحيه كهو جاني ما تكونش عندك صوابق ديما ما يكونش عندك حتى حاجه. هذا جانب اخر هضرنا فيه. شوف هذا الطمع
شوف هاد البنت كيفاش مشات مع هاد البنت، شوف كيفاش الغدر تسابق على الرجال، تسابقوا زعما راه جاب الله هاد الفرصه من فلتاش، تولاو جوج صحابات اعداء العائلات ديالهم، اعداء دخل فيها المخزن والمحكمه والحبس والصداع، والاخر غادي يبدك عاهه مستديمه، ماشي عاهه مستديمه، واحد الضروح، واحد الضربه اللي هي بالغه، اللي غتحرموا من الرياضه كما قال لي واحد السيد، تحرموا باش يدير حركات لان في الكرش وكانت كبيره، الاخر مشى للحبس. هذا الشيء هذا. شوف هاد الحيله وهاد الحراميات فين وصلت هاد الناس هادو. نتمنى من الله هاد الحلقه تعجبكم وتفيدكم. اللي بغيت نقول لكم هاد الحلقه ديال اليوم السبت راه اخر حلقه قبل رمضان، وابتداء من فاتح رمضان غنبداو في الحلقات ديالنا اليوميه غتكون كل حلقه كل نهار. نعم انها مجهود كبير اللي حنا تنديرو انا والطاقم ديالي اللي معايا اللي خدامين سيرتو في رمضان، غيكون عندنا واحد المجهود كبير مع الصيام، وانا غادي نصوم ان شاء الله كما صمت ذاك العام، رغم السكري وكذا وكذا، ولكن مع احتياط. تنقول انا ماشي فيها السكر غنصوم، صوموا اموال السكر، لا 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 لا، اللي ما يقدش ما يصومش، وانا شي حاله خطر راه غادي نقد نشرب الدواء ديالي او نشرب الماء او شي حاجه، هادشي باش نقولوا، لانه كما قلت لكم لي جيرجونس راهم عامرين، تيعمروا لي جيرجونس يعمروا في الليل في المستشفيات. الناس اللي عندهم المعده وتاكلوا بزاف، الناس عندهم السكري، الناس عندهم الضغط وصاموا، الناس الشيبانيين، راه مشكل، ما خصوش يتكرر هذا الشيء هذا، وخصنا نعرفوه. والسلام عليكم ورحمه الله.